ايه ده يا دكتورة؟ ده فلفل حراق. الف مبروك يا معلم كرش. قبل ما نبدأ الفيديو صلي على النبي في تعليق واعمل لايك واشتراك في قناتنا لو على اليوتيوب ومتابعة لصفحتنا لو على الفيسبوك. الله، حلوة أوي الفكرة دي. هي دي الأفكار الكرياتيفيتي. أما أدخل أنصب عليهم وآخد 400 جندي. أنا يا دكتورة ما بحسش بطعم الأكل خالص. بس انت شكلك بتاكل لحمة بهايم كتير يا معلم. أمال إيه؟ ده أنا المعلم عظمة، بمسك العجل من ديله أعرف فيه كام كيلو. طب افتح بقك كده. قول حاحة. حاحة. ايف. ايه ده يا معلم؟ في كلب ميت جوه. إيه يا دكتورة؟ ده أنا لسه غاسل بقي من شهرين. شهرين بس؟ طب سهلة خالص يا معلم، دهني انت علاجك عندي عشان انت ابن حلال بس. دهنة إيه؟ اسمي عظمة. يا عم ما تدقش، كلها اعضاء مواشي. عوض، هات العلبة رقم 22 من عندك. ايه ده يا دكتورة؟ ده فلفل حراق. الف مبروك يا معلم كرشي، حاسة التذوق رجعت لك. اسمي عظمة. عظمة، انا غلطان اني بزود لك رتبة. ما تنساش وانت خارج تدفع ال 200 جنيه. بقينا على اخر الزمن، حتة الدكتور يضحك عليا، والله لازم ارجع تاني واخد بطاري. انا فاقد الذاكرة يا دك. سهلة خالص يا معلم، دول كام؟ بقول لك فاقد الذاكرة مش فاقد النظر. ده كشف ذاكرة الارقام، ايش فهمك انت في الطب؟ ايه؟ دول 7. طب قول لي اسم حيوان من 4 حروف. حمادة ابني. طيب يا معلم، بكرة يوم 22 تفتكر هيوافق الجمعة؟ والله يا دكتورة لو ضغطنا عليه ممكن يوافق. فاكر نفسك هتشتغلني يا عظمة؟ وادي يا عوض، هات العلبة رقم 22 من عندك. هو يا دكتورة مش دي علبة الفلفل الحراق؟ الف مبروك يا معلم عظمة، كده الذاكرة رجعت لك. يا ابن الكلب تاني. انت عرفتني ازاي؟ هو في شنب زي شنبك ده يا معلم كرشه؟ اسمي عظمة. ومالك فخور كده ليه؟ امال لو اسمك كبده كنت عملت فينا ايه؟ ما تنساش تدفع ال 200 جنيه يا معلم عظمه بيه وانت طالع. معلم ايه؟ ده انت اللي معلم. ماشي. بص يا دكتور، انا مش شايف حاجة خالص. امال انت قريت اللي مكتوب على اليافطه ازاي؟ انا يا ابني ما حصلش، ده واحد ابن حلال دلنا عليه. يعني انت ما كنتش هنا امبارح؟ شكله ابن الحلال اللي دلنا عليه. كان عنده ايه ابن الحلال ده؟ كان عامل التيتا في النن. وانت عارف يعني ايه التيتا في الننه؟ اقول لك انا يا دكتورة، ده الاسم الحركي لعملية البواسير. ده انت تيجي تقعد مكاني بقى وتكشف عن الناس. عينيا حاضر، اخلص بس كورس كيف تصبح طبيب في 7 ايام. للاسف انت حالتك دي ما عنديش لا علاج، بس خلي عندك امل. ما ينفعش والله، خليها عندك، ام حماده بتفتشني. ايدك بقى على 400 جنيه. ايه ده يا دكتور؟ دول 200 جنيه بس. الله اكبر، نظرك رجع لك يا معلم كلاوي وبقى 6 على 6. يا ابن الكلب. هات دول وهات كمان زيهم، ولما تحب تعمل نفسك مفتح ما تجيش تعرج في حارة المكسحين. انا قررت اعمل شيفت كارير. هتعمل ايه يعني؟ هتشغل التوك توك في الافراح والموالد؟ لا يا خفيف، اللي قدامك ده هيبقى اهم انفلونسر في مصر. انفلونسر حته واحده؟ ايش جيني يا ابن عظمه؟ المعلم عظمه لو سمحت، اللي بيمسك ما خلاص يا عم حفظناها، بيمسك اي دكر من ديله يعرف فيه كام كيلو. الله ينور عليك، خلينا في المهم. انا هبقى تيك توكر. ايه، هتقلب التوك توك بتاعكم عربيه كار وتبقى تيك توكر؟ تيك توك يا جاهل بتاع الترنجات. هتبيع التوك توك ترنجات ولا ايه؟ مش فاهم. لا، ترنج اللي هو لما حد يعمل حاجة ويتشهر على مواقع الاستهبال الجماعي. الله يخرب بيتك، اسمه الترند. وهتعملها ازاي دي؟ سهلة خالص، هتدخل على التيك توك وتهزها تجيب رزقها. ازاي يا متخلف انت؟ دماغك وتشغلها على الخلايجة وتتعلم كام كلمة خليجة كده، كبسوا شيروا كفوا يا ابو نواف ويسعدك ما يحرجك. ازاي؟ مش فاهم. في البث المباشر تطلع تتنطط وتستعبط على الداعمين وتستعطفهم. ادعموني، ابعتولي هدايا. شحاتة الكترونية يعني؟ لا، تحديات في البث المباشر واحكام جلد. لو كسبت الجولة تحكم على اللي قدامك يعمل اي حاجة، ياكل شطة،
يستحمى في اللايف او يرقد على البيض عشان يفقس. بس دي قلة قيمة. فين النخوة؟ فين الرجولة؟ فين هتكسب مش اقل من 50,000. فين البث المباشر؟ انت قلت كام؟ 50,000 جنيه في السنة؟ سنة ايه؟ لا في الشهر. انت عارف انا شغال بقالي 3 سنين، حوشت كام؟ 3 سنين يعني ممكن 150,000 جنيه. الله ينور عليك، هما 150 فعلا بس جنيه. اهو جايب لك فكرة هتركبك المرسيدس في اسبوعين 3. خالصة، انا راشق معاك في الشغلانة دي. للأسف مش هينفع. ليه يا بوما بس؟ احنا لو دخلنا مع بعض ولا حد هيعبرنا. بذمتك دي اشكال حد يدعمها؟ هو بصراحة معاك حق، اشكالنا جايبالنا الفقر من غير حاجة. يبقى حلو، احنا ندخل لايفات مع سميحة شبشب، امينة حرباية، اي تهم ونسي. طب هتعمل ايه لو اتحكم عليك تتنزل على رجولتك وتخلع هدومك؟ لا يا صاحبي، كله الا الرجولة، انا اخر الحد البوكسر. لا راجل قوي يالا. ده انا في الرجولة ما عنديش، يما ارحميني. يا فرحة امك بيه. بكرة الهدايا تنزل عليا زي المطر، واجيب بدل التوك توك 3 ويبقى عندي اجانس تكاتك قد الدنيا. ولو عايز تكبر بسرعة هات معاك حتة نسوان، لحم رخيص يعني. وابقى حمادة وميادة زي احمد وزينب. بس كده القرون هي اللي هتكبر مش انا. طب ليه ما فكرتش تعمل حاجة هادفة وتنفع الناس وتكون لك صدقة جارية بعد ما ربنا ياخدك؟ هدفة ماتت الله يرحمها. احنا في زمن هايفه، اطلع هجص وقول اي هبد في دماغ العبد يطلع ترينج. طب ما لو عملت حاجة هادفة هتطلع ترينج برضه، وفي ناس هتحبك وتدعي لك. ولا حد هيشوفك اصلا. طب تتحدانا نعمل حاجات هادفة وانت هجص ونشوف مين اللي هيكسب؟ اتحداك يا زميلي. اتفقنا. اتلم تنتون على تنتن، واحد منتن والتاني انتن. وادي يا عماد، عايزك تنشر لي على الفيسبوك. وعايز تنشر ايه على الفيسبوك يا معلم؟ هكون عايز انشر لبيسة وجلاليبي، يعني في منشور كده عشان مارك ده كربت ما يستخدمش صوري وحاجات اللي على الفيسبوك. المنشور اللي لف الفيس كله من يومين ده. ماشي هات. قول لي عايز تكتب ايه؟ اكتب وراي بيان رقم 1: أكر أنا وأعترف المعلم عظمة كبير تجار اللحمة الضاني والكبدة الهوهو. ايه ده يا معلم؟ وانت هتعمل دعاية لنفسك؟ يا ابن الحياة فرص مش عاجبة وقرص. الله عليك، كمل. أبلغ أنا المدعو مارك دكربات أنه ممنوع منعا باتا نسخ أو توزيع أو نشر أو عمل أي سيديهات لصور المعلم عظمة، وعدم إعطاء رقمي لأي حد في العالم ما عدا الموسى أنجلينا جولي وأي بنت حلوة، والوحشين لأ. بس كده يا معلم شكلك هتودعنا قريب إن شاء الله. ليه يا بوز الإخس؟ انت نسيت ان ام حمادة على الفيسبوك؟ هو ام حمادة هتشوف المنشور ده؟ الدنيا كلها تشوفه. طب لا ما ينفعش تشوف. وعلى رأي المثل، الباب اللي يجيلك منه الريح اخلعه واستريح عشان الجو نار. خلاص امسح الحتة بتاعت انجلينا جولي، ولا اقول لك اعمل لها حظر. انجلينا؟ يا حمار، حد يعمل للقشطة والمكسرات حظر؟ القدرة اعمل لها حظر. عقبال يا رب ما تاخد حظر من الدنيا كلها. كده تمام يا معلم، كله تحت المسطرة وانا بخلي مسؤوليتي من حظر ام حمادة. يابا هو جدول تخفيف الاحمال بتاعنا من كام لكام؟ من 6 ل7. نقيت فيها يا فقري يا ابن الفقري. وانا مالي يابا؟ وبعدين ده مش جدولنا كده، فيها كوسي. صحيح. طب قوم كده شوف النور شغال عند عمك برعي. ايوه يا حاج شغال. طب ثواني بقى عشان ساعة الغلط انا بقرقش زلط. الو يا باشا، كهربا فاصلة وده مش الجدول بتاعنا. انا حقا اعترض. وبعدين شغالة عند برع جنبي، دي كوسة بقى. اسم الشارع ايه طيب يا فندم؟ شارع الرمش اللي ما بيحرمش. طب ممكن تفصل الراوتر وتشغله تاني؟ راوتر ايه؟ هي الخطوط دخلت في بعض ولا ايه؟ مش انتوا بتوع الكهربا؟ ايوه يا فندم، 5 دقايق ونحل المشكلة. سلام. الحق يابا النور قطع في الشارع كله. اي خدمة، يعني عيشة فل يا نسيح احنا الكل. خد يلا ولا تعالى هنا استنى. ايه رايك في موهبتي يا اسطى؟ موهبة؟ هو ده المحتوى يا ابو فاس يا تافه؟ ابو كرش احسن مني في ايه؟ بيهز كرشه بس وبياخد فلوس. ونزل مصر المحلات كلها كانت بتتخانق عشان يهزلها في كرش، وطالما التلاجة ما فيهاش حاجة اول واحد يشتغل اي حاجة. تقوم انت تفسي يا خوفي بعد شوية الموضوع يتطور ويوصل ما هو عشان خاطر الفلوس الشباب اتجننت مستعدة تعمل اي حاجة. هنعمل ايه يا عم؟ الحياة بقت صعبة. وانت كده هتبقى راضي عن نفسك؟ مش هيبقى معايا فلوس. يا ابن الفلوس ما بتعملش رجالة، ولا الرجالة عارفة تعمل فلوس. طب ابو كرش بيروح يهز كرشه قدام المحلات.
انت بقى هتروح تعمل ايه؟ تفسي؟ لا، ما انا مش عامل لا اعلانات لمحلات اكل وشرب، انا هدفي محلات العطور والمنظفات. اروح هناك اخبط الواحده ويرش عطر وراي واشوف مين ريحته اقوى. الله يقرفك يا بعيد. أنا مش بشحت يا صاحبي، أنا بس بجمع 50,000 جنيه، عايز أجيب الأيفون الجديد بتاع 15 برو ماكس. شايف هو ده الشغل؟ وينفع تجيب الايفون من غير الشاحن والايربود يا اسطى؟ علي سقف طموحك شويه، جمع 100,000 عشان لسه في ساعه وشاحن وسماعه وجراب. والله يا برنس احنا معناش ندفع تمن الشاي ده احنا حالنا يصعب على ابو لهب. صعبتوا عليا. واد يا فتلة، الحساب عندي وهات لي المشروب بتاعي. تسلم يا ذوق. يا ريتني كنت طلبت سحلب فتلي. انت عارف اللي محيرني ايه؟ ان الفيديو بتاعك جايب 100,000 مشاهدة و10,000 لايك. مش هتعرف تقلدني، اخرك هتحسدني 5 وخماسي. احسدك انت يا ابو فاسية؟ ولا وانت بتعملها بقى بالراحة الا تفلت منك. مالكش دعوه، بس انت فين المحتوى الهادف بتاعك؟ انا لسه بحضر له المحتوى المحترم، لازم تبحث وتجيب حاجات مفيدة تنفع الناس. انت عارف اسهل طريق للنجاح ايه؟ ايه هو؟ طريق المطار من صلاح سالم بعد الكمين. ما انت ابن عظم هتقول حاجة مفيدة يعني. انا مروح، سلام يا ابو شخة. كبسوا شيروا ضيفوا الداعمين. تسلم يا ابو نواف، يسعدك يا منونة المجنونة. ضيفوا منونة، كله ضيفوا منونة يا جدعان، ما نخسرش الجولة دي يا متنيخ. اوعى الجحفلة، هي جاية هي جاية هي. ام حنان بتسألني ايه سر جمال بومبتي. سؤال حلو، وهقولك على روتين البومبا وازاي تخليها مثيرة للدموع. ورقة وقلم معايا يا ست الكل. 3 بيضات مسلوقين على الفطار، كيس فول مدمس من على العربية لو مطعم مش هينفع، وحلتين محشي كرومب على الغدا، و10 بيضات مسلوقين شحط محط فوق وتحت واضربيهم بالليل. اوعدك بعد الروتين ده ابو حنان هيتعمي ومش هيشوف تاني غيرك. وفي سؤال تاني من مدام كيداهو، بتقول ليه الرجالة كلهم خاينين؟ وانا سؤالي ليكي، انت جربتين كلهم ليه؟ انت اللي بتوعي في ناس عهات. انت بتعمل ايه يا حيوان؟ ربنا كرمك وانت بتذل نفسك يا واطي. ده لعب يابا وهزار عشان نلم شوية فلوس، نفسي اجيب ايفون ابو تفاحة ده. لعب؟ طب تعالى بقى اوريك اللعب على اصوله. قلت لي بقى البتاع ده اسمه ايه؟ رينج لايت يابا. برينج لايت. طب حلال الله اكبر. خلاص يا حاج انا حرام. انا شكنت يا حاج في الحته القاضيه. اخرس يا حيوان، انت عايز تفضحني والناس تقول عظمه معرفش يربي كده؟ تمام، يلا بينا بقى على المستشفى نجبسك. لا فيك الخير يابا. على الله يطمر فيك بس. ما هو لو كل اب عرف يربي عياله ما كانش طالع علينا الاشكال اللي بنشوفها دي. اول مره اشوف سقف بيتنا حلو كده. اي خدمه، حبه بقى عشان هتبصله كده كتير. يا نهار ازرق، انا هفضل كده كتير؟ لا مش كتير ولا حاجه، مش اقل من 5 شهور بس. الو، ايوه يا معلم، هو حماده موبايله مغلق ليه؟ لا مفيش، كسرت التليفون على دماغه والبتاع ده اللي اسمه البرينج لايت. ليه كده يا معلم؟ الواد عمال يفسح الناس طول ما هو ماشي ويصور فيديوهات. والله ولسه فيك نخوة يا بلد. تسلم ايدك يا معلم، انا كنت اتعميت منه. قال اللابتوب فين يا عماد؟ في الحفظ والصون يا معلم، انا شايلهولك. ليه يا عمدي، هو كان بيعيط ولا ايه؟ هتشل من خفة دمك دي يا معلم والله. اللاب بقى عشان عايز اعمل عليه شغل. ماشي يا معلم، نتقابل على القهوة عشان نتفق على المشروع الجديد. يا ابني ارحمني يا ابني، مشاريعك دي هتجيب لي السكر. قوم ياض يا حماد، قول لامك تحضر لي ميه سخنه. ليه يابا؟ اصل النهارده عليا غسيل مواعيد. ايه الملل ده؟ اما اكلم المعلم عاد ما اشتغلوا شويه. هو تليفوني ده بيرن على العمال والبطال ليه؟ هو انا شغال في سنترال ولا ايه؟ الو، مساء الخير. مساء القشطة. مع حضرتك خدمة عملاء اموال. اموات؟ ايوه يا فندم، احنا شركة مدفنكو للتسويق العقاري. مدفنكو؟ ايوه يا حبيبي، خير امورني. معايا عرض يا فندم على التراب.
ترب اللي هي مدافن يعني؟ ايوه يا فندم، اشتري تربة وخد التانية هدية وهعمل لك خصم 2%. 2%؟ طب وليه التبذير ده؟ وعلى كده عاملة كام التربة؟ 500,000 جنيه يا فندم. 500,000 ليه إن شاء الله؟ تربة الملك توت عنخ آمون؟ لا يا فندم، ده موقع متميز جدا على بعد 10 دقايق من كارفور. وهو أنا هعمل إيه بكارفور وأنا ميت؟ لزوم الزيارات يا فندم. ودي بقى ناصية ولا إيه؟ طالما الواحد هيدفع يبقى ياخد حاجة نضيفة. ايوه يا فندم، عندنا اماكن كتير. عندي حاجة بحري وهواها يرد الروح. لا بلاش اللي هواها بحر دي. ليه يا فندم؟ الولية تموت راح ادفنها، راح هترجع، دي تبقى نسيبة سودة. خلاص، عندي مكان تدفنها فيه وتنساها، ولو حابب تخلص عليها وتدفنها من دلوقتي انا ممكن اسلمك فوري. اخلص على مين يا عم؟ تعبيط؟ دي قادرة يابا ومفترية. وده عاملة كام دي؟ عاملة 495,000 جنيه بس يا فندم. ليه يا عم؟ حد قال لك ان انا هدفن فيها الملكة نفرتيتي ولا حاجة؟ طب انتوا عندكم تقسيط؟ عندنا يا فندم، تدفع 99% مقدم والباقي على 10 سنين، وبتمضي على شيكات ضمان. طب لو الواحد ربنا افتكره وما دفعش؟ شعارنا موت وانت مطمن يا فندم، هنسحب المدفن ونرجع الجثة لاصحابها. احيه، يعني موت وخراب ديار؟ لا يا باشا شكرا مش عايز. وانت يا جعان يا عدمان لما مش هتشتري مدوخني مع اهلك ليه من الصبح؟ اقسم بالله لا اجيبك بلبوس يا ابن الكلب. وبعدين بقى، هو انا بيني وبين الفلوس طار ولا ايه؟ لو يجي لك واحد بتاع تنمية مهلبية ويقول لك ابدأ من الصفر، وانا دلوقتي بدأت من الصفر والحمد لله نزلت تحت الصفر، بقيت سالب 5000 ومديون لطوب الارض. والله حرام، انا عايز اتجوز بقى، عندي شوية كلام رومانسي خايف انساهم. خير يا رب، ما تجيليش رسالة مبروك كسبت $1,000,000. لا لا لا، مليون ايه؟ انا ممكن اروح فيها من الخضة. اما نشوف ايه اللي وصل. تم ايقاف حسابك البنكي. حساب ايه يا ولاد العبيطة؟ هو انا اصلا عندي حساب؟ ده انا محدش عمل لي حساب غير الولا فتلة بتاع القهوة. والله الحاجة الوحيدة اللي عندي فيها حساب هي القهوة، عليا حوالي 5-6 شاي و4 قهوة. بس فكرة حلوة ايقاف حسابك البنكي دي، اما اجربها في عظمة يمكن اطلع منه بمصلحة. هكلمه عشان ده لو بعتله رسالة مش هيفهمها، مخه تخين من كتر اكل اللحمة. الو، المعلم فخدة؟ احنا هنهزر ولا ايه؟ انا المعلم عظمة. معاك منتصر من البنك المركزي ومحتاج منك شوية بيانات عشان حسابك واقف. واقف ليه؟ ما تقعدوا على حجرك شوية وهشتكوا. مش ممكن يا فندم، على خفة دم أم حضرتك. طب سمعت اخر نكتة؟ لا شكرا مش عايز. طب اسمع دي. 2 محششين بيذاكروا، فجأة النور قطع، واحد راح جاب شمعة وجه، التاني قام قال له يا اخي شغل المروحة الجو بقى حار، بص عليه وقال له انت غبي، ما انا لو شغلت المروحة الشمعة هتطفى. ايه تصدق انت فقعتها لي. هي ايه دي معلش؟ المرارة. فكرتها حاجة تانية. ممكن بقى تقول لي الرقم اللي على الكارت؟ عايز كارت من ابو كام؟ من ابو كام ايه؟ هو انا بقول لك هات لي كارت فكة؟ امال انت عايز ايه؟ كارت الحساب بتاعك. طب سامية واحمد. اوف. عايز الرقم من على الشمال ولا من على اليمين؟ ولا اقول لك خير الامور الوسط، خده من النص. يا مصبر الوحش على الجحش، من على الشمال. طيب 2 7 يبقوا 9. 9 ايه؟ مجموع 2 و7 يساوي 9 باين صح؟ يا عم ارحم امي، هو انا بمتحنك في الحساب؟ قول الرقم زي ما هو. طيب 2 7 4 0 9 0 7 1 2 8. تمام، في 3 ارقام على الظهر قولهم لي. طيب ثانية واحدة. في 5 ارقام هنا اهو. يا عم دول 3 بس. ده هم 5، اختار لك 3 منهم، ما تزعلش نفسك. تختار ايه؟ هي بصل بيه باشا لو سمحت، ده الكيلو داخل على 50 جنيه دلوقتي. وداخل عليها راكب ولا ماشي؟ راكب دماغه وحالف ما هو نازل. ولو عايز تحافظ على راس مالك اليومين دول اشتري بصل، عشان الذهب والدولار مش مضمونين. انا ايه اللي جابني هنا؟ رجلك اللي جابتك. ممكن يا معلم نخف من روح خليل الكوميدي دي شويه؟ قول لي اخر عمليه عملتها كانت ايه؟ عملية البواسير. بواسير؟ يا عم ما تعصبنيش عليه. اهدى يا ابني انت لسه صغير. اخر عمليه عملتها بالبطاقه، سحب ولا ايداع؟ سحب ولا ابداع؟ لا كانت سحب. كانت كام؟ 6 سكر و3 زيت و2 رز. نعم. ودول بتاخدهم من البنك ولا من ال ATM؟ لا من فوزي بتاع التموين.
يا لهوي، انت كل ده بتتكلم على بطاقة التموين؟ امال انت عايز ايه؟ البنك، حساب البنك. ما انا ما عنديش، انا اخر حاجة عملت فيها حساب كان بنك الحظ. روح يا شيخ منك لله، إليه تروح تلاقي نفسك راجع لوحدك كده، حسبي الله ونعم الوكيل. ممكن يكون قصدك على حساب ام حماده؟ أي حساب عندك هات رقمه. اي حساب؟ ده كده الحكاية فيها مني. طب ثانية يا احمد. ام حماده، هات الكارت بتاع بنك الدم وتعال. طب أهو، أنا اللي جبته لنفسي، حد يشتغل واحد اسمه عظمة؟ ولا فرق معايا الناس، من سالك من هجاص. الله عليك يا دي عماد، أنا هروح أقدم في ذا فويس كيدز. إيه اللي عمل فيك كده يا اسطى؟ ايه ده؟ هو باين عليا؟ هو في حاجة باينة منك أصلا؟ مفيش حاجة، صباع رجلي بس خبط في الكنبة. صباع رجلك برضه؟ ده انت خابط في قطر اسمه المعلم عظمة. انت باصص للسما ليه يا صاحبي؟ انت قرفان مني ولا حاجة؟ لا مفيش، اصل وحشاني شويتين. هو انت حمار ولا ايه؟ ايه القرف ده؟ ليه يا دنيا تحط على الجرح كلونيا؟ جرح ايه وكلونية ايه؟ شخة الحمامة خير خير، يعني هتتكسي. مستني ايه من شعب بيتفايل بشخة الحمام؟ ما تبصلي يا اسطى، انا زعلتك في حاجة؟ انا والله نفسي ابصلك، بس البعيد ما عندوش نظر. يا عم بهزر معاه، بس تسلم ايدك يا معلم عظمة. انا والله ما رضيت اضربه عشان هو راجل كبير بس. هو احنا قاعدين في حمام للطيور ولا ايه؟ اتفائل بقى يا اسطى، خير خير هتتكسي. بس ده غراب يا اسطى. يا عم كلها شخة. اسمع وخلينا في المفيد. في شركة تقسيط اسمها ماليو، ايوه مالها؟ بتسلم عليه. هو هيبقى انت وابوك عليا؟ ارحموني انا ماشي بالعلاج. اعمل شيرس هتلاقيه. اعمل ايه؟ بحث ايه، مفيش انجليزي خالص؟ معلش اصل تعليم مجاني. الشركة دي هتخليك تشتري اي حاجة بالقسط ومن غير فوائد ومصاريف ادارية ومن غير مقدمة. والشركة هتستفاد منك إيه ان شاء الله؟ بركتك هتحل عليهم لما يدوك فلوس. ده ليهم الشرف، انا ابن المعلم عظمة. انت عارف يا ابن المعلم لو قسط عدى من غير ما تدفعه هيعملوا فيك ايه؟ هيعملوا ايه؟ هيركبوك الشلاحة ويحبسوك بس. بس كده سهل، انا هقدم باسم امي. يا واطي، حد يعمل كده في امه؟ وهي دي ده بتخبي مني الاكل. انت عيلة كلكم مجانين في بعض. طب انت عايز تشتري ايه قسط؟ عايز اشتري عربية ابو حمار وهتاجر في البصل، الكيلو ب30 جنيه دلوقتي. حلوة الفكرة دي، وهتبقى حمادة بصلة. استزهق من قدراتي براحتك، بكرة تشوف انا هعمل ايه. انا نفسي بكرة يجي ده عشان اشوفك فين. بس حلوة فكرة التقسيط دي، انا هروح اقدم عليها انا كمان. حلو، ونشتغل في البصل مع بعض. لا انا طموحاتي اكبر من كده بكتير. هتشتغل في ايه؟ انا هتاجر في الكلاب. الكلاب؟ ايوه هعمل مزرعة كلاب. هي الكلاب بتتزرع؟ ايوه بتطرح بسرعة كمان. خلاص انا هشتغل معاك في الكلاب. ماشي، انا هروح اشوف شركة التقسيط واكلمك تحضر الورق المطلوب. قشطة. لو سمحت كنت عايز افتح حساب تقسيط. تحت امرك يا فندم. الاول محتاج شوية داتا منك. ليه ما عندكوش واي فاي؟ الله يخرب بيتك يا عظم عادتني. الله على خفة دمك يا فندم، قصدي بيانات حضرتك. اتفضل. حضرتك شغال ايه؟ محاسب في شركة كبيرة اوي اوي. وبتقبض كام؟ 3499 جنيه. ودول الاساسي ولا البدلات؟ لا دول بدل مشحت. وشركة كبيرة؟ ده الاوفيس باي عندي بياخد 5000. يا نهار ازرق، بتاع الشاي بياخد اكتر من بتاع البكالوريوس. طب مش عايزين اوفيس مان؟ ده انا عليا رصة شيشة احسن من اجدع مهندس مدني. ممكن تسيب السي في في الزبالة ولما نحتاجك هنكلمك. تمام. طب لو عايز اشترك في نظام التقسيط ايه المطلوب؟ معاك عضوية في نادي؟ لا بس انا لسه مجدد اشتراك في صالة حديد ابو دراع. ابو دراع ايه وبتاع ايه؟ انا بقول لك عضوية نادي زي الاهلي او الزمالك. حد قال لك ان عماد سويرس؟ طب عندك رخصة عربية باسمك؟ وهطلع رخصة ازاي وانا ما عنديش عربية؟ تمام يا فندم، للاسف حسابك اترفض. ليه؟ عشان انت كحيان وعدمان ومش لاقي تاكل. والله في دي عندك حق. طب والحل؟ تجيب لي مغفل، قصدي ضامن او 2 يكونوا موظفين، يمضوا وتاخد اللي انت عايزه. وكل ما احب اشتري حاجة اعلى ازود مغفل؟ ما بنقولش كده يا فندم، اتفقنا انه اسمه ضامن. معلش عندي دي. طب لو عايز عربية ملاكي بكم مغفل؟ قصدي بكم ضامن؟ حوالي 5-6 كده. حلو قوي، اروح انا احضرهم واجيلك، اوعى تمشي. تمام يا فندم. صباح الخير يا دكتور. صباح النور. أنا عفاف، السن 33 سنة، مواليد كفر أبو حديد. ايه يا عفاف، وانت بتقدمي نفسك في ذا فويس هنا؟ دي صيدلية يا ماما. أيوة ما أنا عارفة،
وحاجة كمان. ايه هي؟ النوع ماله؟ أنثى. شوف ازاي، هو هنا منتدب ونواف للتعارف الجاد وانا مش واخد بالي ولا ايه؟ مالك يا عفاف في ايه؟ بص يا دكتور، أولت امبارح وأنا بمسح الأرض هوب اتزحلقت، وجعت على نافوخي، ومن ساعتها شايفة الحاجة اتنين والشارع اللي ورايا قدامي. والكلام على طرف لسانك وبتيجي تتكلمي تتلخبطي صح؟ الله يفتح عليك يا دكتور. ودخلت عملت شيرس. عملت ايه؟ شيرس يا دكتور، سألت جوجل يعني. شيرس. كملي. وقالك ايه جوجل؟ قال لي الأعراض دي بتبقى سبب البتاع ده هوت اللي اسمه ايه؟ ارتجاج في المريخ باين. لا ده تسألي فيه محمد عبد السلام، هو اللي طلع المريخ. لا يا دكتور، المريخ هنا مقصود بيه الدماغ. الدماغ؟ لا مثقفة يا عفاف. دكتور ازاي انت؟ انا مش فاهمة. معلش، اصل من ايام ما كان التعليم مجاني، وبعدين يا مدام مش اي حاجة نقراها على النت نصدقها. ما انا ما صدقتش، قمت قعدت ادور على برشامة مسكنة للآلام، لقيت علبة بنادول ابو العيال كان مخبيها. بنادول ماشي شغال اهو، يسكن العبط ده شوية. وحاسة بايه دلوقتي؟ انا جايلك في السكة اهو، ما طولش عليك، قول طولي. لا طولي ايه، انجزي، انا ماشي بالعلاج. وزعلان ليه؟ ما انت بتاخد علاج ببلاش. حسدوك يقرع على شعر حواجبك، عايزة ايه يا عفاف؟ ما طول بالك يا دكتور، رحت خدت حبايتين مرة واحدة. ما تنجزي يا عفاف. انا بعد ما خدت الحبايتين من هني وعينك ما تشوف الا النور، كانت ليلة سودة. لقيت قطة عاملة نفسها كلب وبتصوصو. قطة عاملة كلب وبتصوصو؟ ايه التركيبة الغريبة دي؟ والله يا دكتور. وبعد شوية سمعت الست ام كلثوم بتقول لست وحدك حبيبها، دي ماشية مع الشلة كلها. بنت الكلب الواطية، الشلة كلها؟ يعني ما كانتش لي انا لوحدي؟ هي مين دي يا دكتور؟ البنت اللي انت مالك انت؟ المهم يا دكتور، وبعد شوية سمعت نانسي عجرم بتقول يما القمر على الباب خبط، افتح له؟ ده انا اللي هفتح دماغك يا عفاف لو ما خلصتيش. عندي سؤال محيرني، قال له هو ليه ما خبطش على الشباك؟ لسه هينزل من السما على السطوح وينزل السلم ويخبط على الباب؟ ليه اللفة دي كلها؟ ما الشباك اسهل. يا عبيطة، عشان يدخل البيت من بابه. صحيح معاك حاج، طلع ابن اصول وعدال عين. وبعدين يا عفاف؟ وبعد كده يا دكتور لقيت اختي التوأم جايه عايزة الجمعية. ما تديها الجمعية يا عفاف، انا مال امي. وانا عبيطة يا دكتور، انا ما عنديش اخوات اصلا. رحت ماسكة الجلة وهب على دماغها. وبعدين يا دكتور بصيت لروحي فجأة، لقيتني ضغطي فجأة ونزلت دمعتي. قوليلي ايه يا مرارتي، تكونش اتفقعتي؟ الشريط اللي بلبعت منه كان مكتوب عليه ايه؟ هو كان اسمه نابليون، شامبليون، ترامادول، حاجة زي كده. هو ترامادول. اخدت ترامادول يا عفاف؟ شربت شيشة ولا لسه يا عفاف؟ ما انت يا دكتور لو مهتم كنت عرفت الواحدة. احيه، انت عايز ايه يا عفاف؟ جننتيني. عايزة حباية ريفو. صبح يا زميلي. زميلك ايه؟ والبلطو ده مش جاي معاك بحاجة؟ يا هندسة ما تزعلش. هندسة؟ انت عايز ايه؟ عايز كيس جل يا صاحبي. صاحبك؟ طيب. عايز حاجة تاني؟ وعايز الحباية اللي بتخلي الشيطان شاطر. ليه، هو عنده امتحانات؟ لا يا برنس، ده عنده سمر كورس. سمر كورس؟ طب ما تذاكر له يا اسطى. انا ما بعرفش اقرا. صبرني يا رب، انا هبقى اجي اذاكر لكم انتوا الاتنين. طب انا عايز كيمو كونو. نعم؟ كيمو كونو. الحش اللي انت بتضربه ده عالي قوي، اسمه ايه؟ لا تسألني. امال اسأل مين؟ يا عم هو اسمه كده، لا تسألني من انا. طب الكيمو كونو ده تروح تجيبه من بقالة عمك فكري على اول الشارع. يا عم انا باخده من الصيدلية. كيمو كونو ده من بتاع التسلخات. الله يخرب بيتك، اسمه كينا كوم. ايوه هو ده كيمو كونو. اتفضل. هو عايز لبوس للصداع. صداع؟ البتاع اللي انت بتضربه ده ماله؟ عامل لك دماغ حمار. يا عم ما عندكش البوس؟ قول ما عنديش. ايوه انا ما عنديش لبوس للصداع. طب هاتلي لفة طبية. لفة طبية؟ ده انت عايز لفة جريد نخل تحك بيها الجلخ اللي على دماغك. هي دي طبية؟ ما عادية اهي. لما انت هتاخدها وتطلع على اقرب مستشفى هيحموك. محتاج حاجة تاني؟ بص يا دكتور انا تعبان قوي قوي. طب ايه اللي تعبك؟ مش عارف، هاتلي اي دواء يا دكتور. ما هو انا لازم اعرف ايه اللي تعبك، ما هو انا مش بضرب الودع واشفي الجدع. ركز كده وقول لي حاسس بايه. صباعي الصغير. ماله؟ في واوا، ينفع تبصلي عليها؟ وانت يا حيوان ايه مخليك تسكت على نفسك كل ده؟
يمكن يحصل لك مضاعفات وتروح فيها. يا لهوي هموت. لا، علاجها بسيط، هتبوس الواوا 3 مرات في اليوم وهتبقى زي الفل. دكتور مفيش كلام. انت متخرج منين يا دكتور؟ كلية لغة عربية. ايه ده؟ دكتور ومتعلم كمان؟ يا ما شاء الله. دكتور اصحى يا دكتور عشان توفلي على الواوا يا دكتور. اهف انا بقى وخلاص. صباح النور على احلى دكتور. صباح الخير. بص يا دكتور، أنا عايزة أخس وجربت كل الوصفات السرية واللي مش سرية، وزي ما انت شايف عاملة شبه السيد قشطة. ايه ده؟ الصوت ده مش غريب عليا. لا يا دكتور، أنا مش عفاف. ايوه صح كده، عفاف بتاعت حباية الريفو. ما خلاص يا دكتور، خلي قلبك أبيض. أنا غلطانة إني بحكي لك اللي حصل عشان ما تدينيش علاج غلط. يا سلام، وهي حباية الريفو هتعمل ايه يا عفاف؟ هتسد نفسك عن الاكل مثلا؟ يمكن، ليه لأ. يا ريت يا عفاف تسد نفسك عن الاكل. بص بقى يا عفاف، من غير رغي ولف ودوران كتير، قولي عايزة ايه؟ عايزة أخس. بس كده؟ سهلة، هتعملي دايت. لا يا دكتور، أنا بحب الأكل قوي قوي، عايزة أفضل آكل وأخس إن شاء الله، حتى أبقى زي ياسمين صبري. نعم يما، ياسمين صبري؟ لا، هو انا شايف ان انت تدي على ياسمين عز احسن. ماشي يا دكتور. عندي دكتور صاحبي على اول الشارع بتاع سمنه ونحافه، روحي له وقولي له عايز ابقى زي ياسمين صبري وهو هيتصرف. لا يا دكتور، اتفقنا، ياسمين عز بقى. ماشي يا عفاف، يلا توكلي على الله. مش ده الدكتور فوزي؟ ايوه. رحت له وعمل لي نظام امشي عليه. ومشيتي عليه؟ لا يا دكتور، جيت امشي عليه اتزحلقت وقعت على نافوخي يا لهوي، انت ايه حكايتك مع الزحلقه؟ مش عارفه. المهم يا دكتور، خالتي امي خالتك امك دي تيجي ازاي دي؟ كانت دايما صحتها حلوه وتاكل مهما تاكل ولا بيبان عليها. انا يا دكتور لو شميت ريحه محشي ورق العنب اتخن. الله يسامحك، جريتي ريقي. انت ممكن تاكلي 5 صوابع بس بالكتير. 5 صوابع ايه يا دكتور؟ ده اني بسخن زوري بنص حله محشي. وعايزه تخسي؟ وما تقوليش بطلي اكل كتير، اتصرف يا دكتور. اتصرف اعمل ايه يعني؟ ده انت كده عايزه ساحر يا عفاف. وحياتك عندي رحت لساحر ما عملش حاجه. وبعدين؟ بنت عمة خالة ابوي دلتني على الشيخ ابو حديده، قلت له عايزه اخس وابقى زي ياسمين صبري، قال لي لازم تجيبي قطر منها. قطرها ليه؟ هيعمل لها عمل؟ لا يا دكتور، الشيخ ابو حديده مش بتاع اعمال. امال بيعمل ايه؟ بيوفق بين العفاريت في الحلال؟ يا عفافه بوس ايدك انجزي. وعايز كمان من عند العطار ب10 جنيه رجل العفريت وبطه بلدي فيها عرق انجليزي وفرخه بتكاكي. ومش عايز معزه بتمقمق؟ لا يا دكتور، عايز وزه بنت بنوت. بنت بنوت؟ يكونش عنده ذكر وز وعايز له عروسه؟ لا، دليل الاسياد. يعني بيعمل اعمال؟ امال يعني هيكون بيعمل شاي؟ انت بتهزري يا عفاف؟ وجبت شعرايه من ياسمين صبري؟ انا جايه لك في السكه اهو. عندي ابن خال بنت عمة ابوي شغال في كوافير حريمي في الاذاعه والتلفزيون، ومين بقى بتروح عنده؟ مين؟ ويزو؟ لا يا دكتور، ياسمين صبري. وخليته جاب لي خصله من شعرها وحضرت باقي الطلبات وطلعت على الشيخ ابو حديدي، وبعدين اداني حجاب وقال لي بالله واشربي ميته. وعملت ايه؟ بليت وشربت ميته، واديك شايف بقيت سمباتيك، بس عايزه اخس كمان شويه. بص يا عفاف، انت تاخدي ابلكس. مش ده بتاع لو راجل كل؟ ايوه. ما نفعش معايا. ليه؟ اخدته من هنا وما تقولش اخدت فتح شهيه، كل شويه اعدي من جنب التلاجة اكل. كده يبقى تجربي الكركمين، تروحي لاي عطار وهاتيه من عنده. وهخس يا دكتور وهبقى زي ياسمين صبري. قولي يا رب، بس تمشي عليه مش اقل من 20 سنة، وابقي تعالي تف على وشي لو خسيتي. ليه بس يا دكتور؟ اخدعك؟ لا. اغشك؟ لا. طب يلا بقى عشان التموين بيلف وكل الادوية اللي هنا منتهية الصلاحية. يا لهوي، معيش بطاقة. طب يلا يا عفاف، امشي لياخدوك تحر. ماشي يا اخوي، هجرب الكرومين ده واجيلك. صباح الخير يا ابني. صباح النور. عايز حبوب منع الحمل. اسمها ايه يا جدو؟ شادية. ايه ده؟ هي مين دي؟ المدام.
اسمها شادي أحمد. وانا مالي يا عم، وانا اطلع لها بطاقة؟ نوعها ايه؟ أنثى. يا عم الحاج ما تعصبنيش عليك، نوع البرشام ايه؟ هات أي نوع يا ابني. بس انت مش محتاج يا جدو، انت خلاص راحت عليك. راحت عليا مين؟ ده أنا اللي قلعت الشيطان في قلب الغطاء. يا جدو يا حريف انت. اتفضل، محتاج حاجة تاني؟ وعايز دواء يسد النفس يا ابني، عشان الولية ما تقومش بالليل تاكل واحنا نايمين. لا يا حاج، لسه ما عنديش الدواء ده. صيدلية دي ولا سوبر ماركت؟ لا دي بقالة. طب عايز حاجة للصراصير؟ ليه، هما بيشتكوا من ايه؟ عندهم صداع يا ابني. خد لهم كيتوفان، حلو للصداع. لا أنا عايز بيروسول. اتفضل، حاجة تاني؟ خد يا ابني الغطا ده وهات لي المرهم اللي زيه. يا رب، يا تاخد ابويا يا ابعتهولك متعبى في اكياس سودي. انا قلت له مش عايز ادخل صيدلة، ماله دبلوم تجارة، كان زماني تاجر بهايم قد الدنيا. خلص يا دكتور، مش قادر أقف. بص يا جدو، انا مش ساحر عشان اعرف علبة المرهم من الغطا. سهلة يا ابني، شم الغطا. عندي برد. بسيطة، الحس الغطا. يا جدو ما تعصبنيش عليه. الحس بس ما تتكسفش يا ابني، أنا زي أخوك. اخويا ايه يا جدو؟ ده انت رجل بره ورجل جوه. يا ابني الرجولة عصب مش مص قصب. طب الزفت المرهم ده بتعمل بيه ايه؟ بحطه على الجلد كده اهو، القفة تصحى. لو انا اللي كنت فاكرك بتشربه، هو المرهم بيتحط على حاجة غير الجلد؟ مش عارف، انت أدرى. اللهم إني لا أسألك رد القضاء، ولكني أسألك اللطف فيه. المرهم ده بتستخدمه لإيه؟ التسلخات يا ابني. ما تقول كده من الصبح. معلش يا ابني، السن والزهايبر مبهدلين ركبي. انت اللي مبهدل ركبك حاجة تانية. اتفضل يا جدو، حاجة تاني؟ عايز حباية هلوسة. نعم، هلوسة؟ هلوسة، عايز اعمل مقلب في ام العيال، اصلها عملت فيها مقلب من يومين طلع من نافوخي، وعايز اخد بطاري. عملت ايه؟ عملت لي كوباية شاي وقالت لي لو الشاي طلع من غير سكر هتغسل المواعين. وانت عملت ايه؟ طلعت حط على الشاي ملح. وطبعا خسرت وغسلت المواعين. ليه، هو انا عبيط؟ انا بقيت اشرب الشاي واقول لها الله تسلم ايدك، انت عاملاه سكر زيادة قوي. ومفيش حبوب هلوسة هنا. طب اخد لها سم فرن؟ كده تموت. لا بعد الشر، ده انا ما اقدرش اعيش من غيرها. ربنا يخليكوا لبعض يا عم روميو. طب انا هساعدك وهديك برشام يجيب لها اسهال وما تطلعش من الحمام. ايوه كده، فتح مخك معاي، بس هديها البرشامة دي ازاي؟ حطها في كوباية عصير. قشطة، اديني شريط. اتفضل، محتاج حاجة تاني؟ وعايز مضاد نحوي وما يكونش برشام، ما بعرفش ابلعه. خد دوا شرب. وما يكونش دوا برضه عشان ما بحبش طعمه. طب اجيب لك حقنة؟ ولا حقنة، ما بحبش الشكشكة يا ابني. طب لما مش عايز برشام ولا عايز دوا شرب ولا عايز حقنة، انت جاي لي ارقيك يعني ولا ايه يا حاج؟ ولا ترقيني يا ابني، اصل انا ملبوس. سلام قول من رب الرحيم، يا رب احفظنا. طيب يا حاج، انا هدعي لك ربنا يشفيه. طيب الحساب كام يا ابني؟ 100 جنيه بس. هما 50 جنيه بس. يا حاج هو انت فاكر نفسك في كارفور ولا حاجة؟ دي صيدلية، مفيش فصال لو سمحت. ما بقاش مصري، الفصال بيجري في دمي. ما عنديش فصال. مش ده شهر 11 شهر التخفيضات؟ ده هناك في التوحيد والنور مش في الصيدليات. اشمعنى العلاج مفيش عليه تخفيضات؟ خد يا حاج العلاج وارحم امي وانا هحاسب عليه. شكرا يا ابني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندك فاست كلاس؟ ايه؟ سافت كلاس؟ صبرني يا رب، انت عايز ايه؟ فيرست كلاس؟ لا انت جاي هنا غلط، محطة القطر على اول الشارع. قطر ايه؟ مش انت عايز تذكرة فيرست كلاس؟ ده يا دكتور ده بودرة. بودرة؟ نهارك اسود، انت عايز تحبسني؟ لا يا دكتور، دي بتحطها في الكوباية وبتحط عليها شوية مية تعمل فيش زي البيبسي. عايز فوار. طب العلبة شكلها ايه؟ العلبة بتاعته عليها واحد بيشاور. بيشاور لمين؟ ما يشاور للي يشاور له، انا مالي يا دكتور. طب الفوار ده بتعمل بيه ايه؟ بشربه. ايوه، بتشربه ليه؟ عشان اصحى. يا خرابي، تصحى من ايه؟ من التعب. يا مصبر الوحش على الجحش. يا عمنا لما بيحصل لك ايه بتاخد الزفت الفوار ده؟ لما بكون تعبان. يا رب، طب اعمل ايه؟ انتحر؟ لا كده هموت كافر، استغفر الله العظيم. انا مش هتعصب
ومش هنجلط. بص يا حاج، ايه اللي بيوجعك عشان تاخد الفوار ده؟ اسنان مراتي. اسنان مراتك؟ واسنان مراتك توجعها تاخد انت العلاج ليه؟ ما هو لما اسنانها توجعها تقعد تندب طول الليل وانا دماغي يصدع، فاخد الفوار الصداع يروح. الله عليك، برميلنا بها ما شاء الله. العلبة بتاعت الفوار دي لونها اصفر فابيض؟ ايوه، الله يفتح عليك. اسمها ايه تاني كده؟ دكتور ازاي انت لما مش عارف اسم علبة الدواء اللي انا مش عارف اسمه؟ معلش تعليم مجاني، قول لي اسمه تاني. كاست فلاتس. قصدك كتفست؟ كاست فاست. اتفضل. وعايز يا دكتور العلاج بتاع سد الحنك. ايه علاج سد الحنك دي؟ خدناه في سنة كام دي؟ انت عايز العلاج ده ليه؟ للمدام بتاكل دماغه طول الليل، دو 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 دو. ما بتفصلش كلام، بتتكلم في الدقيقة 10,000 كلمة. عايز حاجة اديها لها ما تتكلمش خالص إلا ساعة اللزوم. لا ألف سلام عليك وعلى دماغك. طب ما تطلقها وتريح دماغك. أطلق مين يا عم؟ دي كانت تموتني، دي القادرة يابا. للأسف يا حاج ما عنديش سد الحنك دي، ممكن تسأل عند العطار. دور بس يا دكتور، يمكن تلاقيها تايهة منك هنا ولا هنا. أدور على إيه يا عم؟ مفيش سد الحنك. طب عايز بامبز؟ بامبز؟ عايز بامبز مقاس كام؟ على قد أحمد ابني. وأحمد ابنك ده قد إيه إن شاء الله؟ عنده 2 بس هاتله حاجة اكس لارج عشان تكمل معاه لحد 10 سنين. 10 سنين؟ هو أنا هجيب له كلسون؟ ما ترحمونا يا جدعان، ده بامبرز يعني استعمال شخة واحدة. وبيترمي؟ لا بيتحنط. ليه؟ تذكار من ابنك يا عم، اقسم بالله استعمال مرة واحدة وبيترمي. ليه يا دكتور؟ ده لسه صغير. وهو عشان صغير يعني هيشخ عسل نحل ولا ايه؟ طب كفاية قرف بقى عشان المشتركين ما يلغوش الاشتراك في القناة. هما بيشتركوا اصلا؟ دول بيتفرجوا ويطلعوا يجروا. والله عندك حق. تقولش زرار الاشتراك ده بيكهرب ولا زرار اللايك بيعض؟ ما علينا. طب بكام البامبس ده؟ ب10 جنيه بس. يا نهار ازرق، يعني الولد لو ربنا مسهلها معاه وعملها 10 مرات في اليوم يعني 100 جنيه عشان شخة حمادة في اليوم؟ 100 جنيه دي تمن 2 كيلو سكر، ده نفتح بيهم قهوة يا جدعان. بقول لك يا دكتور. نعم. عايز البس سجاير طبية. سجاير طبية؟ انا اكيد عملت حاجة في دنيتي غلط. بص يا معلم، دي صيدلية مش كشك سجاير. وهو يعني عيب ولا حرام تبيعوا سجاير طبية؟ اللهم طولك يا روح على هذا اللوح. لا يا معلم، احنا عاملين مقاطعة مع السجاير، بنبيع رمضان. تاخد رمضان؟ مخدرات؟ لا اعوذ بالله. طب يلا بقى يا معلم عشان هقفل الصيدلية وهعمل المشروع اللي بحلم بيه. مشروع ايه؟ هفتح عربية كبدة. طب ليك عندي اسم للمشروع ده؟ لا انا هسميه تطفح. طب عايز اخر حاجة قبل ما تقفل. اتفضل. عايز لي شيشة طبي.